انا هديك 1000 جنيه على كل عربية خضراء تشوفها في الشارع. ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد. هنتكلم النهاردة عن فيديو مهم جدا، وهو اهمية كتابة الاهداف. ازاي ان احنا لما بنحدد هدف ايه اهميته واهمية الكتابة بتاعة الهدف ده للوصول للنجاح. تعالى كده اديك مثال وبعدين هفهمك ايه اهمية كتابة الاهداف للوصول للنجاح. تعالى كده اسألك سؤال. النهاردة شفت كام عربية خضراء؟ فكر كده ولا هتفتكر حاجة. ليه؟ لاني انا ما كنتش طالب منك انك انت في يومك تدور على عربيات خضراء، او كان العربيات الخضراء بالنسبة لك مش هدف. طب تعالى كده نغير السؤال. انا هديك 1000 جنيه على كل عربية خضراء تشوفها في الشارع. تلقائيا هتلاقي دماغك راحت يوميا اليوم كله كده بتفلتر العربيات الخضراء فقط. وده هيفهمنا ازاي انه احنا لما نركز ونكتب الاهداف ازاي ده هيساعدنا للوصول اليها وتحقيقها. تعالى نتكلم النهارده ازاي ان انا اكتب اهدافي دي اصلا، وازاي افرق ما بين الهدف والوصول اليه، وزائد هفهمك شويه مصطلحات كده عشان في ناس بتخلط ما بين الهدف والاحتياج والحلم. تعال نشوف ايه الفرق ما بين اول حاجه الاحتياج والهدف. اول حاجه لما انت تقول انا هدفي اشتري لبس جديد، ده احتياج مش هدف خالص، لانه الهدف ده لازم يكون ليه قيمه، لازم يكون بتستمد الطاقه بتاعتك او الشغف بتاعك من الهدف ده. لانه لو انت حددت الاحتياج وخلطنا ما بين الهدف، وقت وصولك للاحتياج هتلاقي نفسك ايه ده، انا ما عنديش اي شغف، انا ما عنديش اي جديد، انا خلاص وصلت للحاجه دي. زي ما بالظبط ما تشتري تليفون جديد، تكون نفسك فيه انك انت تشتري تليفون جديد، مهتم بيه جدا جدا جدا، تشتري التليفون ده حلم مسكته في ايدك، الموضوع بيروح ما بيجيلوش اي قيمه، لانه ده كان احتياج للاسف مش هدف. طب تعالى دون كده الدخول في التفاصيل نعرف ازاي نكتب اهدافنا ونحققها. وده هنفهمه لما نفهم الفرق ما بين مصطلحين مهمين جدا، اللي هو الفرق ما بين النجاح والفلاح. وده هيخلينا نعرف الفرق ما بين تحقيق الهدف وما بين تحقيق الاحتياج. الفرق ما بين النجاح والفلاح انه النجاح ده لو انت حددت اي حاجة سواء كانت وحشة او كويسة وعملتها اكسلنت، انت كده نجحت. مثلا لو انت نجحت انك تقتل شخص وقتلته، انت كده نجحت. ولكن الفلاح تحديد هدف وتحقيقه يكون ذو قيمة. عشان كده ربنا في الأذان بنقول حي على الفلاح، ما بنقولش حي على النجاح، بالرغم الصلاة أكبر نجاح في حياتنا، ولكن بنقول حي على الفلاح عشان الفلاح ده هدف ذو قيمة. كذلك انك انت تكون عارف الفرق ما بين الاحتياج وما بين الهدف، انك انت تكون عارف انه الهدف ده حاجة فيها قيمة ليك وللي حواليك. طيب يبقى اول حاجة عشان اوصل للاهداف بتاعتي اني انا اكتبها واسجلها واكون عارف نفسي انا رايح فين كل يوم، بيجربني للهدف بتاعي. زي ما قلت لك المثال بتاع العربية الخضراء، لو انت ماشي في يومك ومش عارف نفسك رايح لفين، عمرك ما كنت هتعرف توصل للهدف بتاعك ده. يعني بمعنى كده واضح، يوميا امسك النوتة بتاعتي اللي انا كاتب فيها الهدف ده واقول انا وصلت لفين من هدفي، والطريق اللي انا ماشي فيها هل اليوم ده او هل الطريق دي جربتني خطوة للهدف بتاعي ولا لا. وده معناته انك انت تكون محدد هدفك وكاتبه، وتكون عارف ان كل يوم وكل خطوة بتخطوها انه هي بتقربك للهدف ده. بالظبط افتكر دايما مثال العربية الخضراء، ما تصحاش في اليوم بتاعك كده وتعالى نشوف اليوم بيقول ايه كده، ابشرك مش هتوصل للهدف بتاعك. هدفك لازم يكون محدد، مكتوب، ملزم بوقت، واهم من كل ده يبقى يكون قابل للتحقيق. تاني عشان تكتب هدفك، طريقة كتابتك للهدف والوصول إليه، أول حاجة إنه الهدف ده يكون واقعي قابل للتحقيق، إنك أنت تكون حاطط له وقت معين. تمام كده؟ بالتوفيق ليكم يا رب، أتمنى لكم النجاح في حياتكم العملية والشخصية. شكرا.